تطل علينا السيدة رشا قنديل الصحفية بالبي بي سي، وحرم السيد أحمد النطعاوي المسجون دلوقتي في السجن والمرشح الرئاسي السابق في الانتخابات الرئاسية المصرية بفيديو طويل طويل أطول من الليلة السوداء، أقسم بالله أي والله العظيم 3. وبتتهم كل اللي هاجموها على التحقيق الصحفي اللي عملته، ليه احنا بنشتري سلاح في مصر وليه بنتسلح وايه لازمة الترسانة الحربية دي كلها، ان هم ناموس. ان احنا ناموس، وعشان احنا هاجمناها فهي بتقفل السلك بتاع الشباك بتاعها وبتكمل شغلها وغير مهتمه تماما. باشا طب الفيديو ده ايه يعني لما انت غير مهتم؟ الفيديو الطويل ده كله كان ليه؟ 500,000 بني آدم على كل بلاتفورم أو على كل سوشيال ميديا بلاتفورم. 500,000 بني ادم بيهاجموكي وانتي النفر اللي صح. 500,000 بني ادم، ودي احصائيه طبعا انتي عاملاها تحت بير السلم. نعقل الكلام يا نعقل الكلام بس عشان اصلا انا خلقي ضيق من الفيديو بتاعك. وطبعا لازم يبقى عندنا التهمه الجاهزه المعلبه. حسابات للمخابرات العسكرية. معلش يا ست الكل، والله هو احنا ما ننولش شرف اننا ننتمي لاي جهاز من اجهزه الدوله، سواء المخابرات الحربيه او المخابرات العامه او امن الدوله حتى. بس هو معقوله كل اللي هيهاجم حضرتك هيبقى منتمي لجهاز؟ حريه التعبير يا ست الكل، فريدم اوف سبيتش، ولا دي ليكوا انتوا بس؟ يعني هي ما مش تو ويز، هي بتاعتكم انتوا بس تتكلموا واحنا نسمع صح ونسكت نقفل بقنا. تهاجموا جيشنا بقى، تهاجموا دولتنا، تطلعوا عليها اشاعات، تقولوا اللي تقولوا، ما نفتحش بقنا خالص صح. وده طبعا عشان انت ما تتقمصيش وتتهمينا ان احنا نلنا شرف اننا نتعامل مع اجهزه الدوله المصريه ومتواطئين مع الأمن وأتباع السيادة. هو حد يطول يا استراشة انه يبقى شغال مع اجهزه الدوله الامنيه بتاعته؟ ولا احنا لازم نبقى عملاء للمخابرات الانجليزيه مثلا؟ صحيح كلم رشا الهيك واللي فيها تجيبه فيك. وبعدين رجعت اتهمت كل البرامج التلفزيونيه ان هي دكاكين. دكاكين. مشكلة كبيرة قوي إن احنا نبقى في بلد كبيرة زي بلدنا دي ونبقى اعتمادنا كله من المعلومات على المواقع اللي تحت السلم والقنوات التلفزيونية اللي بقت دكاكين لإيواء أنصاف المرتزقة. طبعا احنا المفروض نبقى اقل حاجه عشان تقبلي تسمعينا، نبقى في مبوله البي بي سي عشان ترضي بينا. انتوا ازاي يا مصريين بتسمعوا للاخبار بتاعتكم من مصادرها بتاعتكم؟ انتوا لازم تسمعوني انا، ما تسمعوش غيرها. هي رشا بس اللي بتقول لكم الحقيقه. مدام رشا في نص الفيديو هددتنا تهديد مخيف قوي، قالت اخركم معايا يوم 27 مايو، اللي إن شاء الله خيرهم معايا 27/5. هيحصل يا باشا؟ هتعملي فينا ايه؟ بجد الموضوع ده شاغل مخي. هتعملي فينا ايه يوم 27؟ واكيد انا مش هكلمك بالعقل يعني والمنطق، لا. عدى الوقت ده خلاص، انتهينا. ما اصل ست وصلت لسنك ده ومركزك ولمكانتك، المفروض ما نقعدش نقول لها احنا محتاجين السلاح في ايه، لان اكيد احنا مش محتاجينه زي ما حضرتك فسرتي وقلتي ان احنا المفروض نخش العركه مع اسرائيل. يا ولا هي التعليمات دي كلها بتتف في بقكم مره واحده، فكلكم طالعين كلكم بتوجيه واحد ان مصر تحارب الله، وفي نفس الوقت بتتساءلوا بنشتري السلاح ده كله ليه؟ اهدي كده وصلي على النبي. امسكي العقل وابقي طمنينا عليكي. عملتي ايه في التحقيق معاكي النهارده في نيابه امن الدوله العليا؟ او حتى الرفيق دوما يبقى يطمن عليك، اي حد يبقى يطمن عليك ان شاء الله تخشي تونسي الباشا. تقعدوا كده مع بعضيكوا، تصطفلوا مع بعض، اسره في بعضيكوا. اصل احنا بنحب نلم شمل الحبايب قوي، العصافير الكناريا دي يا اخواتي بقول لكم خدوا دوما في ايديكم. واوعي تفتكري ان الجنسيه الانجليزي بتنفع في حاجه. والله حتى باسالي ام علاء. يلا دينا قاعدين مستنيين اهو يوم 27. وسلامنا الكبير قوي 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 للاجهزه اللي مشغله حضرتك، بما انك مش عاجبك اجهزه الامن المصريه اللي المفروض ان هي مشغلانا. وتحيا مصر يا مدام رشا، والجيش المصري رجالي حبيبتي. وصلي على النبي يا اختي، ده احنا زعق لنا نبي، ده كانت داهيه سودا لو كنتي سيده مصر الاولى. وال
آه،